احسن تتبيله الدجاج تقدري تجربيها تيجي فتي ورطب وبنين. هاد الماريناد ما عمرك تستغني عليها، هي قريبه جدا من المطبخ المغربي ديالنا. انا متاكده انك غادي تولي كتعتمديها ديما مع الدجاج ديالك. غنشدو الدجاج غادي نغسلوه بالملح والخل بحال ديما كما كنرقدوهم ديما. نخليهم واحد شويه يترقدوا، من بعد نغسلوهم من داك الملح والخل. انا نقدر نغسلهم تحت روبيني او صنبور. ودابا يا اون فوا كنديرهم ينشفوا شويه، اون فوا كينشفوا ندير نقطعهم على شكل ستيكات. هنايا كنشد عندي نص حامضه، كانت عندي ديجا نص حامضه مبديه، نص حامضه كافيه فهاد تقريبا نص كيلو ديال الدجاج. كديري كتاخدي لو زيست ديالها يعني القشر ديالها، وكتاخدي العصير ديالها. كنديروا ربيع القزبر معنوس يعني مخلط، غنسيت بحال شتي جوج المعالق، معلقه الملح بيان سور نديرو حساب الملح اللي درنا في الاول في الدجاج. البزار، الخرقوم كنديرو معلقه ونص، سكينجبير كنديرو معلقه عامره، درس ديال الثومه كنديرو موراها زيت البيزيه، وكنمارينيو كلشي كندمجوه. هنايا هاد ولا سمحوا لي نسيت الملون. انا تعجبني اللون ديالو، راه قلتها لكم في فيديوهات اخرى. كيعجبني حيت كيعطي واحد اللون زوين. انتما تشوفوا لو ريزولطا في التالي، ولا خلاص راه شفتوه في الاول راه كيكون يعني داك اللون كيجي زعما زويون. هنا كنخلط مزيان صافي. كنسخن الزيت، كنقلي في زيت البلديه. ما كنبغيش كما نقضي زيت روميه لان هاد الزيت كنحطو معاه، زعما الصراحه كنغمسو فيه. المهم هاد الستيك بغيتو تقليوه بحال هكا بهاد الطريقه ياك، وحده حبه على حبه، ومن بعد تبقاو تقلبوا داكشي. بغيتو تقليو كلشي دانكو غنوريكم من بعد. غنحط كلشي دانكو، وراه كتحطي كلشي دانكو كلشي كيتحمر وكيجي زوين. غتبقاو زيتو كيصفو مزيان، كيعطي واحد اللون ذهبي، وداك القهوي اللي كيعطي فيه كيعطيه منظر رائع، وكيجي غزال 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 زعما غير نادير. الله يعطيكم الستر لما جربوا هادي، زعما انايا زعما متاكده انكم غادي تحماقوا عليها وغادي تشكروني وتدعيو معايا ان شاء الله. هنايا كنت درتها مع واحد الوجبه، درت واحد لا سالاد غادي نبارطاجيها معكم، وطريقتي ديال البصاره فيها واحد السر خطير غادي نبارطاجيها حتى هي معكم ان شاء الله. في هاد الايام ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم هذا الغذاء متكامل كيجي رائع. نتمنى ما تبخلوش عليا باللايك وبارطاج مع الاصدقاء. وإلا كنتي اول مره تشوفي القناه ديالي ما تنساش دير لي ابوني. شكرا بزاف، الى اللقاء.